واو، مرحبا بكم. معكم كوبي اليوم في فيديو جديد ومقطع جديد. اليوم كل ما عديت حليت التليفون ولقيت برشا ناس يتكلموا عن يوتيوبرز في لعبة ماينكرافت. المهم لعبة ماينكرافت بدت من موقع من مواقع المبتدئين وولت واحدة من أكثر الألعاب من حيث المقالب والقصص الغني والفقير، ومن حيث الترندات ايضا. اللي بدي من الترند هذا اللي هو الدحومي اللي تعرفوه انتوما. الزبدة انه في يوتيوبرز قرر انه يعمل حركة حتى دحومي ما عملهاش، راح نقول لكم عليه. المهم الحركات هذه اللي يعملها الانسان هذا حتى الاجانب ما يعملوهاش. ما شفتش يوتيوبرز اللعبة هذيك يعمل الحركات هذيك، والله ما شفتهاش. على العموم ما تنسوناش اللايك والاشتراك في القناة. ما تنسوش زادة توصلوا الفيديو هذا لواحد 1000 لايك وهي بنا. الانسان هذا اللي تعرفوه اليوم اللي هو اسمه هايبر. المهم يوتيوبرز عربي من دولة الجزائر الشقيقة اللي هي جارتنا. قناتها المعروفة اللي هي هايبر اكس ام بي واللي فيها 2 مليون مشترك، والقناة الثانية متاعه اللي فيها 34 ألف مشترك. الأخرى قناة هايبر تاع المحتوى الأجنبي أو السكيورتي تاع ماينكرافت الأجنبي. والشيء المثير إنه عنده جماهيرية كبيرة من الدول العربية، لكن قرر إنه يعترف ويحاول إنه يغير من مستقبله شويتين. مو مستحيل إن الإنسان هذا يعملها، في ناس عملوا الحاجة هذيك. وعلى أهم جانب المظلم من قصة الإنسان هذا إنه هو قرر إنه يشارك في السيرفرات تاع ماينكرافت اللي فيها الأجانب. والمهم السيرفرات هذيك قاعدة تدعم قوس الوزح المشكوكة والنيجرز دولة. مستحيل انهم قاعدين يعملوا العملة هذيك. وبعدها في كم يوم من عام 2026 قرر انه ينشر تغريدة على تويتر تؤدي الى حالة الغضب والاستهجان ضده لاسباب مختلفة ايضا. السبب الوحيد في هذه التغريدة انه هو كان يتكلم عن هو ترك الدين، او يعني يسب فينا احنا العرب والمسلمين على اننا متخلفين. انا مانيش صانع محتوى نقادي. خلينا نرجع للسيرفر الاجنبية اللي هو المعروف عنه انه عنده ميزة مستحيل ان تكون الميزة هذيك موجودة فيه، اللي هو انك تتقبل صاحبك وتحترمها وتكون عندك اصحاب جدد انت وياه. والشيء اللي عمله هايبر انه قرر انه يعمل اصحاب جدد. السبب الوحيد اللي خلاه يشارك في السيرفر هذا انه قرر انه يعمل حاجات مش كويسة او حاجات خايبة ياسر. وشوفوا مثلا الفيديو هذا. There you go. Oh. ولدرجة انه صاحبه القديم اللي هو فارس 47 قافله معه صح. خلينا نرجعوا لها شويتين ونمشوا للخزنة اللي هو كان صاحب ليها. قال انه هو حطوا له علم الامارات بدل ما يحطوا له علم الجزائر. وشوفوا الكلام بتاعه هو. إلى الأكثر من شخص، لا هايبر هو اختار علم الإمارات لأن أصلا هوتا يعني شايف الجزائر إشي سيء إنك توري للأجانب. شايف اللي هو شايف الجزائر إنها إشي قذر إنك تطلع فيه عند الأجانب. لا أحط الإمارات دولة غنية، دولة فيها مصاري، عشان شو سمعتي ونظرة الأجانب علي. المهم فارس 47 ده يوتيوبرز ماينكرافت من العيار الفقير، كان صاحب ليها وقتها لدرجة إنه ما عجباش الوضع اللي يعمل فيها هايبر، وقرر انه ينقلب عليه ويقوله في البث متاعه اللي هو نيكا. معروف انه الاجانب اذا قلت الكلام هذا للاجانب ستنتهي عقبا ولا عقبا. وايش عملوا الاجانب فيه؟ طردوه وبندوه وعملوا حملة شيسة لدرجة انه المسؤولين السيرفر رحلوا جدة وخلاص. عرف انه هايبر هو اللي اقع في هذا الفخ. وش نشوفوا كلام فارس 47 عن الرد اللي هايبر مشكوك في امره. وهلما بنا خلينا نشوفوا كلامه هو. سأرد على كل اتهام وعلى كل ما قيل عني،
وكل ما قيل كان كذبا. سأرد على البث الذي قام به قبل يومين وما قاله عني، وأريد أن أرى إن كان كل ما قاله صحيحا أم لا. لذلك سأرى اليوم ولنرى. حسنا قال: إنني نطقت بالكلمة العنصرية في بثي قبل 3 أيام تقريبا، وكان متضايقا جدا من الأمر. أولا وقبل كل شيء سأوضح أنني عربي وهو أيضا عربي، كلانا عربي أنا وهو، اتفقنا؟ انتهينا من هذه النقطة. في ثقافتنا أعني أنت لا تعرف ماذا يعني الماضي الخاص بهذه الكلمة. في أمريكا بحثت للتو عن هذه الكلمة العنصرية. هذه الكلمة لها ماض سيء جدا في تلك الدولة، لكن ببساطة في مجتمع الشرق الأوسط نحن لا نعرف عن هذا الماضي، لا نعرف ماضي هذه الكلمة، وهو يعرف ذلك أيضا. أعتقد أنه يشاهد بثي أو سيرى هذا. يعرف جيدا أن هذه الكلمة في ثقافتنا ليست مثل أمريكا، أو ليست سيئة بنفس الدرجة. يعني لا، كان خطأ، لكن معنى هذه الكلمة في ثقافتنا ليس هو نفسه، أو ليس معروفا في الدول الأخرى. هذا ما أريد قوله. حسنا، لنكمل. يقول إنني أعدت نشر محتوى يحتوي على الكلمة العنصرية. نعم، فعلت ذلك حذفته لأنني أدركت أنه كان خطأ. يقول إنني أعدت نشر بعض الأشياء على الإنستغرام لأنني أستخدمها كنوع من النكتة المتداولة، وأستخدمها بشكل يومي تقريبا. هذا ما يقوله. تذكروا يا شباب، تذكروا هذه النقطة جيدا، لأني سأنتقل إلى النقطة التالية. تذكروها. قال إنه شعر بالاشمئزاز والخجل لأنه هو من رشحني للسيرفر. سأكمل، عندي الكثير لأقول له وسأكمل. إذن الموضوع هو أنه الآن يكذب. لماذا يكذب؟ لأني في الماضي كنت أتحدث معه في مكالمات لساعات طويلة. كنت أتحدث معه ل9 ساعات حتى الفجر، 4 و5 صباحا، ونتحدث عن أمور كثيرة. ومن ضمن هذه الأمور كنا نتحدث عن اليوتيوب وعن صناعة المحتوى. كنا نتحدث عن أشياء كثيرة، وهو يعرف أنني ارتكبت هذا الخطأ، لكنه لم يتواصل معي في أي موقف، حتى أنه اقتنع بذلك بنفسه في الخاص بعد منشوري على تويتر. يعرف أنه أخطأ لأنه خذلني ولم يتواصل معي، ولم ينبهني بشأن هذا الأمر، رغم أنه يعرف أنني وهو عربيان، ويعرف أن ما قلته كان زلة لسان. حتى أنني لم أكمل الكلمة كاملة، توقفت لأنني علمت أن ذلك خطأ. وهو يقول إنني مقزز ولن يتعامل مع هذا الشخص، لكنه لم يتواصل معي حتى. لم يخبرني فارس لقد أخطأت. لم يحاول حتى أن يفهم وضعي. الكثير من الناس فهموني أكثر منه، وسأتحدث عمن تواصلت معهم ومن فهمني ومن تقبل اعتذاري. سأقول كل شيء. لكنه كان يكذب بشأن هذا الأمر. يعرف جيدا أن هذه الكلمة تحديدا في الشرق الأوسط والمجتمع العربي ليس فيها وعي كبير بخطورتها. وفي المجتمع العربي ليس معروفا أن هذه الكلمة بهذه الحساسية الشديدة. ما زلت أعاني قليلا مع الإنجليزية، لكن هذه الكلمة مختلفة جدا في الثقافة العربية. ليست نفس الشيء كما في الثقافة الأمريكية. لو قارنت هذه الكلمة بين المجتمع العربي والمجتمع الإنجليزي، في المجتمع الإنجليزي قولها أمر سيء جدا، لكن في المجتمع العربي يستخدمونها وكأنها نكتة متداولة كما قال هو نفسه. إذن كيف يفترض بأي شخص لا يعرف أن هذه الكلمة سيئة في أمريكا أو في أي دولة أخرى أن يعلم أنه لا يجوز قولها؟ كيف يفترض بشخص ما، لنفترض طفل في 16 من عمره، سمع هذه الكلمة كنكتة على تيك توك مثلا، ثم قالها لشخص أمريكي والجميع يتهمونه بأن ما فعله جريمة وأن ما فعله سيء؟ كيف سنتهمه وهو لا يعلم؟ ستقولون لي: فارس أنت توقفت إذن، أنت تعلم أنها سيئة. أنا أعلم أنها سيئة لأنني لا أستطيع قولها على وسائل التواصل، لكنني لم أكن أعرف ماضي هذه الكلمة، ولا يهمني إن صدقني أحد أم لا، فقط الله يعلم إن كنت أقول الحقيقة. هذا هو الأمر. يمكنكم سؤال أي شخص في المجتمع العربي. هناك الكثير من الناس في المجتمع العربي لا يعرفون مدى حساسية هذه الكلمة في المجتمع الأمريكي أو غيره من المجتمعات. هذا هو الموضوع.
لكنه لم يظهر ذلك، تصرف وكأن الأمر طبيعي، إنه يتلاعب فقط. وسأريكم جميعا الأدلة. سأعرض كل دليل على أن ما يقوله كان مجرد تلاعب. إنه يقول ذلك ليبيض صورته. الآن يا شباب، أنتم ترون فقط الجانب الجيد من التفاحة، لم تروا الجانب الفاسد منها بعد، وسأريكم بالأدلة، لأنه هو لم يظهر أي شيء. ستوري بو مفجوع من الحاجة هذيك وقرر انه يعمل ستوري في الانستغرام، والشيء اللي اتأكدت في الستوري هذا انه قال انه ما لنا اي علاقة على هايبر سواء بتصرفاته او حركاته المشكوكة في امرها. هل ترون ان هايبر سيستمر؟ والله لا يا شيخ. قرر بعدها انه ينشر التغريدة السيئة الصح على منصة اكس، ومن ثم بعدها ما عادش يتكلم عربي. واللي ما يعرفش عن السيرفر هذا فصار مسموح لك انك ترجم اي كلمة بالعربي باللغة الانجليزية. على سبيل المثال اذا جاء صاحبك وتكلم معاك بالانجليزي، يعني تتكلم باللغة الانجليزية وهو مترجم بالعربي. وقرر بعدها انه يشارك في فعالياتهم المشكوكة في امرها في سيرفر تاع ماينكرافت. I'm gonna steal one from the gate. I think they have a lot of these. Why is it lagging like crazy? There is one here. Why are you gay? بعد ما صار نوع من أنواع قوس القزح قرر بأن يصبح فومبي أيضا يا رجال. Mine is one aura for Kukuruchu plushie, to be honest. This is my Labubu. والله كمية الكذب والنفاق والكليبات. الشيء الوحيد اللي ما غيرته هو اسمك. اسمك يجب عليه بأن يعود إلى أصله أيضا. ما تخليش اسمك يكون مقلوب. أنا خبت فيك الأمل لأسباب عديدة ياسر، هو اني كنت حاول ان نقرأ او نكمل الابتدائي، لكن كملت الابتدائي. اني ما كنتش فانز من فانساتك ولا متابع جديد في قناتك. وصل فين انه يستهزئ بصلاة المغرب. Hello, we're back. Oh my god, I almost jumped off. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الإنسان هذا خارج عن السيطرة نوعا ما. يمكن انه هو بيشوف الفيديو اللي نشرته ولا لا. انا متفق ياسر انه هايبر صار ملحد وكتب رسالة موجهة في تويتر، وبعدها وصل فيه انه يستهزئ بصلاة المغرب، ونجده ايضا على الجانب الديني مثل ما حصل في سورة آل عمران. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا المقطع موجه لك يا هايبر. انت في النهاية حاسبك ربي على الحاجات اللي تعمل فيهم. اسمها الفول السوداني، ما ننتيش عن اسمها بالانجليزي، لكن هو ده هو اسمه، وهو لعب باتل راي. وعلى حسب ما جاء في البث متاعه هو في كيك، مشي مستر بيس وطلب منه انه يتبرع او يحصل على 1 مليون دولار، لكن رفض، وهذا اللي صار. You guys ready to win? Let's go. That's Yeah, it. we're winning it all. Yeah. Guys, if we win it all, I will give you all